في بعض امراض القلب بتبقى لها علاقه بالوراثه، سواء في القلب نفسه او في حدوث جلطات عن الشخص وبيبقى متوارث الموضوع ده من جدوده او بابا ومامته مثلا. فطبعا امراض القلب وعضله القلب نفسها بيحصل فيها خلل بسبب بعض الجينات اللي بتتوارث عن طريق العيله، فده طبعا شيء وارد جدا. فعشان كده مهم جدا ان طبيب الوراثه يشتغل مع دكتور القلب عشان يحددوا المشكله اللي موجوده في القلب دي ليها فيها عنصر وراثي ولا ما فيهاش عنصر وراثي، وهل فيها مشكله جينيه معروفه ممكن ان احنا نشتغل عليها ولا لا. في امراض كتير قوي في الكلى وفي الكبد بتبقى لها علاقه بالجينات والوراثه وبتبقى وراثيه طبعا، وبتلاقي بيحصل وعاده كل ما المرض بيحصل في سن بدري فده بيخلينا نشك ان في عنصر وراثي. يعني لو حصل فشل كلوي او مشكله في الكلى في سن صغير، في الحاله دي بنقدر ان احنا نشك ان في مشكله وراثيه موجوده عند الشخص ده في الكبد في الكلى في امراض تانية كتير.